السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في اقتراحي لهذا النهار غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير مسمنات معمرين بحشوة بنينة وجد جد رائعة. أما العجين كيجي مورق ومقرمش بحال الورقة ديال البسطيلة. نتبعوا جميع نشوفوا المقادير والطريقة. أما الطياب ديالهم بواحد الطريقة اللي عجيبة وغادي تعجبكم. تبعوا معايا الفيديو للاخير ونشوفوا الطريقه والمقادير. اول حاجه غادي نبدا بها في التحضير ديال هاد المسيمنات هو الحشوه. واحد المقلاة درت 3 المعالق كبار مملوئين ديال زيت المائده، ممكن نعوضوهم بالزبده ولا زيت الزيتون. درت 2 البصلات صغار، ما كبارش ما صغارش، مفرومين، وضفت ليهم الفلفله حمراء والفلفله صفراء، ولكم الاختيار في اختيار الالوان. المهم هذا اقتراحي وهذه طريقتي بغيت نشاركها معكم. صافي سديت عليهم وخليتهم حتى طيب هاد الخضره على خاطرها. مره مره كنحرك حدايا. صافي غادي نخلي هاد الخضره غير غتبدا تنزل ليا شويه، وغادي نبدا نضيف ليها في التوابل. هنا بالنسبه للتوابل ماشي كثيره، غادي نضيف راس معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود او الابزار، راس معلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر او التحميره، والملح حسب الذوق، وواحد راس معلقه صغيره ديال الهريسه او الشطه. صافي غادي نخلط هاد التوابل في هاد الخضره، وغادي نرجع نسد عليها ونخليها تتبدا تنزل شويه او تبدا طيب. دابا ملي بدات طيب ليا ما بقى ليهاش بزاف، ضفت ليها كميه ديال الكفته. صافي غادي نخلط مزيان ونبقى نضرب في الكفته باش ما نخليهاش تجي مكوره ليا، باش تضيع في هاد الخضره كامله. ونبقى نحرك، وهنا النار راها مجهده، جهدت عليهم النار باش ما يطلقوش ليا الماء ملي ضفت الكفته. صافي ونبقى نحرك. هنايا التحريك خاصو يكون مستمر حتى تنشف هذيك المقلاة او هذيك الخضره كلها، يتبخر داك الماء اللي فيها ملي ضفت الكفته. هنا ما بقيتش غطيت المقلاة. وملي غادي طيب ليا الحشوه غادي نحطها جانبا تبرد على خاطرها وندوز ليه العجين. خديت هنايا 500 غرام ديال الدقيق الابيض، وضفت ليه 100 غرام او 80 غرام ديال الفينو، دقيق الفينو، الملح حسب الذوق، وواحد راس معلقه صغيره او قرصه ديال خميره الخبز. صافي وغادي نعجنهم الكل بالماء اللي دافي، حيت دابا كاين البرد. العجين بالنسبه للعجين ما يكونش مرخي وما يكونش قاصح، غادي ندير لكم مزيان. هاد العجينه ديال المسمن، هاد المسيمنات كانت تبغي تدلك مزيان باش نحصلوا على نتيجه مزيانه، وهما السبب. هاد الدليك هو اللي غيعطينا ديك القرمشه اللي غادي تجي في هاد المسيمنات او في العجين ديال هاد المسيمنات. هنا غادي نمسح سطح العمل ونكمل الدليك ديال العجين ديالي. صافي بهذه الطريقه غادي نبقى حتى ندلكها مزيان وتولي العجينه رطبه تحت يدي وتولي لينه، وبهكا كنحصل على نتيجه مزيانه ونتيجه مضمونه. من بعد ما دلكت العجين غادي نغطيه ببلاستيك غذائي ونخليه حتى يرتاح. انا هنا خليته تقريبا 15 دقيقه. صافي ملي ارتاحت ليا العجين غادي ندوز نقطعها ونديرها كويرات صغار ونخليها. صافي غادي نخليها غير واحد شويه، نكورهم كويرات صغار ونخليهم حتى هما حتى يرتاحوا ليا، نغطيهم بالبلاستيك. عاد ندوز نخدمهم مزيان، غادي نلقى الحشوه بردات. هاد الكويرات ديال العجين درت فيهم 54 غرام. هنا ما بين 52 حتى ل 54. المهم غادي نبقى نكورهم بهذا الشكل ونغطيهم ونخليهم حتى هما حتى يرتاحوا، باش ملي نجي نورقهم
غادي نلقاهم مرتاحين ليا. هنا خديت جوج ليفات، درت فيه وحده زيت المائده ووحده درت فيها الزبده الحيوانيه او الزبده الصالحه للاكل هنا مذابه. صافي خليتهم حتى هما ترتاحوا ليا هذوك المسيمنات، وراهم كانوا مدلوكين مزيان، يعني ما خداوش ليا وقت باش يرتاحوا. ودزت كنشكلهم. هنا غادي نشكلهم بهذه الطريقه اللي ما لقيتش فيها شي صعوبه، ولقيت العجينه مطاوعاني قد ما دلكنا العجين راه كتعطينا الطوع في التوراق، ورا النتيجه كتبان في الفيديو. صافي هنايا غادي ناخذ غير شويه ديال الزيت اللي غادي ندهن به سطح العمل في الاول. هنا هزيت غير شويه غطست يدي وخرجتها، يعني ما هزيتش معايا الزيت، ودهنت بها سطح العمل. حطيت الكويره ديالي وبديت تنورقها مزيان حتى يولي يبان سطح العمل من هاد العجين او من هاد الورقه اللي كنورق. صافي غادي دابا الزيت غادي غير ندهن به سطح العمل، ودابا كندهن بالزبده، وكيف ما كيبان راه ما كنكثرش. مره اخرى غادي نهز غير شويه، غادي نخشي يدي في الزيت وندهن به سطح العمل، ونبقى نورق العجين مزيان. يعني ما كنبقاش نضيف الزيت من المره الاولى اللي غطستها في غطست فيها يدي ودهنت بها سطح العمل. والزبده كندهن بشويه مره واحده ملي كنورق هاد المسمنه، كنورقها مزيان، كنضيف لها غير شويه ديال الزبده، هي كتعطيها حتى هي واحد القرمشه في الطياب. الزبده ما كنورقش بها، يعني ما نطلقش بها العجين، كندهن بها من المسمنه ملي كتورق بهذا الشكل هذا. ما كثرتش هنا، ما كنكثر لا زيت لا زبده باش ما يجيونيش المسمنات ميدمين بزاف، لان لافاس فيها الكفته. كيف ما كتشوفوا كندهن غير سطح العمل وما كنبقاش نضيف الزيت نهائيا. صافي سطح العمل وكنبقى نورق فيهم ونطلق فيهم، وكتشوفوا في العجينه راها مطلوقه ساهله عاطيه الطوع في التوراق لانها مدلوكه. والعجينه ديال المسمن راه يكذب عليك الكذاب يقول لك كنديروها في بلاستيك غذائي وغاديه تدلك راسها براسها، راه ضروري تكون مدلوكه. ايه كترطب ولكن ضروري تكون مدلوكه من قبل، سواء المسمن اللي كنديرو عادي ولا المسمن المعمر ولا الملاوي ولا جميع انواع المسمن. صافي هنا من بعد ما كملت غادي ندور البلاطو وغادي نبدا نخدم من المسمنه الاولى اللي بديت بها، هي هذه. غادي نورقها غير شويه ماشي بزاف، لان العجينه كانت مورقه في الاول. هنا غير طلقتها كيف ما كيبان، وغادي ندير كميه ديال الحشوه ونحطها مربعه على هذا الشكل. غادي نعاود وحده اخرى. صافي كنورقهم غير شويه، والمسيمنات راهم مورقين في الاول، ونحاول نجبد هاد الجناب ديالهم او هادك القناه ديالهم بحال هكا باش ما يجيونيش معجنين من تما. يعني كنجبدهم وكنطلقهم من هذوك القناه باش ما تجيش العجين ملي غادي نجمعوهم على شكل ظرف ما تجيش العجين غليظه من الفوق. صافي بهذا الشكل هذا ونستمر حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي. غادي نستفها في واحد الطاوه، وخاص الفران يكون يسخن. انا في هذه الاثناء راني غير ضربت النصف المسمن ودرت الفران كيسخن، خاصو يسخن ليا مزيان، وخاصهم يداروا في الفران سخون باش ملي نرميوهم كيتنفخوا. الا كان الفران ما سخونش ورميناهم دخلنا اللاطه ما كيتنفخوش لينا وما كيجيش الشكل ديالهم زوين. صافي ها هما ستفتهم. خديت هنا واحد البيضه نقصت ليها شويه من الابيض غير شويه ما نقصتوش كله، وضفت ليها واحد القطرات ديال الصوجه. هادو غير اضافات، اللي ما بغاش يديرهم ما يديرهمش. صافي ولا نديرو فيهم شويه ديال الفلفله حمراء ولا شويه الخل كاع، وغادي ندهنوهم بالفوق. صافي رشيتهم بحبوب السانوج او حبوب البركه، وهنا غادي ندخلهم للفران ونخليكم مع الشكل النهائي ديالهم. هنا راه طابوا غير الفوق النار تحتهم وجاو مذهبين، هبطتهم غير شويه خداو اللون، اما الصفوريه او التذهيبه راه خداوها والنار كانت غير تحتهم. جاو مذهبين وجاو مورقين وجاو بنان ومقرمشين، ونتمنى نتوما تجربوهم ويعجبكم اقتراحي لهذا اليوم. الا جربتوهم وعجبوكم خليوا لي تعاليقكم.
وخليو ليا ارائكم في التعاليق. شوفوا كي جاو مقرمشين وجاو كيتهرسوا، اما المذاق والبنه ما غنقولش لكم عليها.